مرحبا اصدقائي، شلونكم وشلون صحتكم؟ بهذا الفيديو راح اشرح لكم واحده من اجمل اغاني فضل شاكر، صحاك الشوق. قبل لا نبدا بشرح الاغنيه لا تنسى تسوي لي لايك وسبسكرايب، واذا تحب تعزف الاغنيه عبر النوتة الموسيقيه تلقى رابط النوتة بالوصف، وايضا اذا تحب تشترك وياي بالدوره الخاصه الرقم تلقاه بالوصف. يلا نبدا. الاغنيه اصدقائي على مقام بيات الري، والاغنيه طبعا بسيطه جدا. حتى نعزفها ونفهمها ببساطه راح نجزئها لثلاث مقاطع. المقطع الاول المقدمه، المقطع الثاني المقطع الغنائي الأول، المقطع الثالث المقطع الغنائي الثاني. نبدأ الآن بالمقدمة. المقدمة تبدأ بهذا الشكل: ري مي ري مي فا صول فا صول لا فا صول فا فا مي مي ري ري فا ري مي ري دو. بعدين نعيد هذه الصول فا فا، صول فا فا مي مي ري ري فا ري مي ري دو. الآن نعيدها مع ختام المقدمة: صول فا فا مي مي ري ري سي لا صول فا مي ري. راح اعزفها كامله ويا السولفيج: ري مي فا صول لا فا صول فا فا مي مي ري ري فا ري مي ري دو صول فا فا مي مي ري ري فا ري مي ري دو صول فا فا مي مي ري ري سي لا صول فا مي ري. هذه المقدمه. الآن راح نجي للمقطع الغنائي الأول. طبعا المقطع الغنائي الأول يشبه المقدمة بالضبط، لكن الختام يختلف. المقطع الغنائي الأول راح ينعزف مرتين. المرة الأولى راح يكون بختام مختلف عن المرة الثانية. يعني شنو صار عندنا؟ المقدمة إلها ختامها، وكذلك المقطع الغنائي الأول إلى ختامه، والإعادة مالته إلها ختامها المختلف. خلي أوضح لكم أكثر. المقطع الغنائي الأول يبدأ بهذا الشكل، نفس المقدمة: ري مي فا صول لا فا صول فا فا مي مي ري ري فا ري مي ري دو صول فا فا مي مي ري ري فا ري مي ري دو صول فا فا مي مي ري ري مي فا مي ري. وضحت الفكرة؟ يشبه المقدمة لكن الختام اختلف. هناك شنو كان بالمقدمة؟ سي لا صول فا مي ري. هنا شنو صار؟ ري مي فا مي ري. الآن راح أعزف لكم المقطع الغنائي الأول مع السولفيج: ري مي فا صول لا فا صول فا فا مي مي ري ري فا ري مي ري دو صول فا فا مي مي ري ري فا ري مي ري دو صول فا فا مي مي ري ري مي فا مي ري. أوكي. الآن راح نطب مباشرة على الإعادة مال المقطع الغنائي. قلنا هي تشبه المقدمة وتشبه الإعادة الأولى، لكن الختام يختلف. خلي نشوف كيف الإعادة راح تكون: ري مي فا صول لا فا صول فا فا مي مي ري ري فا ري مي ري دو صول فا فا مي مي ري ري فا ري مي ري دو صول فا لا صول فا مي ري مي فا مي ري. شفتوا شلون بس الختام هو اختلف عندنا؟ صول فا لا صول فا مي ري مي فا مي ري. الآن نجي للمقطع الغنائي الثاني اللي هو المقطع الثالث من الأغنية. طبعا المقطع الغنائي هذا راح يكون على جوابات المقام. شوي أريدك تركز وياي بهذا المقطع. نبدأ الآن. يبدأ بهذا الشكل: ري لا سي دو مي ري. طبعا المي هنا بيمول، مو مي نص بيمول نفس القرار. بالجواب المي راح تصير بيمول: ري لا سي دو مي ري لا سي دو مي ري. بعدين شنو يسوي؟ يسوي هذه الجملة اللي راح أعزفها الآن: دو ري مي ري دو سي لا دو ري مي ري دو سي لا. أعزفهم مع بعض: ري لا سي دو مي ري لا سي دو مي ري دو ري مي ري دو سي لا. بعدين سي لا ري دو سي لا صول فا سي لا ري دو سي لا صول فا. مع بعض: ري لا سي دو مي ري لا سي دو مي ري دو ري مي ري دو سي لا سي ري دو سي لا صول فا. بعدين هنا راح يصير عندنا تحويله للعجم: فا صول لا دو سي. السي بدل البيمول صارت سي طبيعي: فا صول لا دو سي لا صول فا مي نص بيمول طبعا. فا صول لا دو سي لا صول فا مي فا صول فا مي ري. ويرجع يعيد المقطع الغنائي. خلي أعزف لكم المقطع الأخير كامل مع السولفيج.
ري لا سي دو مي ري لا سي دو مي ري دو دو ري مي ري دو سي لا سي ري دو سي لا سول فا صول لا دو سي لا صول فا مي فا صول فا مي ري. هذه التحويلة جدا جميلة وضايفة طعم. الآن راح أعزف لكم المقدمة مع البارت الغنائي الأول والبارت الغنائي الثاني. ويعيد من جديد. وهكذا يا أصدقائي نكون خلصنا. لا تنسون تتابعوني على كل منصات التواصل الاجتماعي، وأشوفكم فيديو آخر.